يا مساء الفل والجمال. أهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. لو بكرة الصبح رئيسك في الشغل مجاش، أخد أجازة شهر كامل، تفتكر مين أول واحد الناس هتجري تدور عليه؟ هل هو صاحب أعلى منصب؟ ولا أقدم موظف؟ ولا أكتر واحد بيتكلم؟ الغريب إن في أغلب أماكن الشغل الإجابة بتكون شخص تاني خالص. خليني أحكي لك حكاية. في واحدة من الجهات الحكومية كان في موظف اسمه عم حسن، بقاله أكتر من 20 سنة في الشغل، مش مدير ولا رئيس قسم ولا حتى بياخد أعلى مرتب. كان بيقعد في مكتب صغير في آخر الممر، ولو حد جديد دخل المكان ممكن يعدي عليه 10 مرات من غير ما يعرف هو مين أصلا. لكن في أول يوم بعد إجازة رئيس الإدارة المكان اتقلب، التليفونات بترن، الموظفين واقفين، الموظفين بيسألوا بعض هي الملفات دي كانت مع مين؟ مين يعرف كلمة السر؟ مين فاهم النظام ده؟ نعمل إيه دلوقتي؟ كل واحد كان مستني حد يقوله الحل، وفجأة واحد من الموظفين قال حد كلم عم حسن. في أقل من 10 دقايق المشهد كله اتغير. عم حسن ما دخلش يزعق، ولا قال أنا قلت لكم قبل كده، ولا حاول يثبت إنه أهم واحد. فتح أول ملف ورتب الأولويات ووزع الشغل وقال لكل واحد يعمل إيه. بعد ساعة المكان رجع يشتغل كأن مفيش حاجة حصل. بعد كام يوم المدير العام كان بيعدي على الإدارات، وقف قدام عم حسن وسأل انت ليه كل الناس بتجري عليك أول ما تحصل مشكلة؟ ابتسم وقال لأني من أول يوم جيت هنا قررت إن أي مشكلة أشوفها أعتبرها مسؤوليتي لحد ما ألاقي لها حل. الجملة كانت بسيطة، لكن المدير فضل فاكرها. عدى وقت ونزل إعلان عن منصب مهم، ناس كتير قدمت، شهادات أعلى، دورات أكتر، وخبرات متنوعة، لكن اللي أخد المنصب كان عم حسن. واحد من الموظفين استغرب وقال ليه هو؟ ابتسم المدير وقال أنا ما اخترتوش النهاردة، أنا اخترته من سنين. كل مرة كانت بتحصل أزمة كنت بشوف مين بيدور على شماعة ومين بيدور على حل. كل مرة كانت المسؤولية بتقع على الأرض، كان في ناس بتتزاحم عشان تبعد عنها، وهو كان أول واحد يشيلها. المنصب ما عملوش قائد، هو كان قائد قبل المنصب. بس استنى، قبل ما تفتكر إن الرسالة هي شيل كل حاجة، خليني أقولك أهم نقطة في الحلقة. المسؤولية مش معناها إنك تسمح للناس تستغل، ولا معناها إنك تدفع من جيبك عشان المؤسسة تكمل، ولا إنك تشيل أخطاء غيرك وتسكت. المسؤولية الحقيقية إنك لما تواجه مشكلة تتصرف باحتراف، توثق، تبلغ، تقترح حلول، وتحافظ على المصلحة من غير ما تضيع حقك. وده الفرق بين الموظف المجتهد والموظف اللي بيحرق نفسه. خليني أقولك على حاجة، النجاح المهني مش بيبدأ يوم الترقية، بيبدأ يوم ما الناس تقول هاتوا فلان هو هيتصرف. والنجاح المادي نادرا ما بيروح للشخص اللي بيشتغل أكتر، لكن غالبا بيروح للشخص اللي الناس مطمئنة إنها تقدر تعتمد عليه، لأن الفلوس بتجري ورا القيمة، والقيمة بتزيد كل ما زادت مسؤوليتك وحسن إدارتك ليها. افتكر دايما
في يوم من الأيام هيجي موقف محدش هيكون مستعد له، وفي اللحظة دي مش هيكون السؤال مين أقدم موظف ولا مين معاه شهادات أكتر. السؤال هيكون مين تقدر تعتمد عليه. ولو كان اسمك هو أول اسم اتقال، اعرف إنك أخدت أول ترقية في حياتك، حتى لو القرار لسه ما اتكتبش. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا: أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكوا الحلقة الجاية.